السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الأعزاء في حلقة جديدة. يلا بينا نبدأ المشكلة اللي جاية دي. ازيك يا عبد الرحمن؟ أنا شاب عندي 26 سنة، قررت أسافر برا مصر عشان أشتغل، وكنت فاكر إن الحياة هناك هتكون سهلة، فلوس وشغل كويس، كل شيء هيتحل. لكن الحقيقة كانت صعبة جدا. أول يوم وصلت حسيت بغربة قاتلة. الشارع مش زي مصر، الريحة مختلفة، الناس مش بتحكي معاك، الكل مستعجل. رجعت أوضتي الصغيرة في شقة مستأجرة لوحدي وحسيت كأني مش موجود. أول ليلة حاولت أنام، بس صعوبة النوم والحنين لأهلي كان أقوى. رحت المطبخ، جبت مية وقعدت أبص من الشباك على الشارع اللي كله أضواء وزحمة، وفكرت فين أهلي، فين دفى البيت. دموعي نزلت، بس حسيت محدش هيسأل ولا حد هيحن عليا. الشغل نفسه كان تحدي، الزملاء كلهم بيشتغلوا بكفاءة والكلام كله بلغة مختلفة. كنت أحاول أفهم، أتكلم، أشارك، بس كل كلمة كانت بتقف قدامي. كل يوم كنت أرجع الشقة مرهق وبلا طاقة وبدون ما حد يسمعني. الغربة علمتني قيمة أبسط حاجة كنت مهملها: ضحكة أمي، كلمة طيبة من والدي، حتى فنجان الشاي الصبح مع إخواتي. حاجات كنت بحس إنها بسيطة بس دلوقتي بقت كنز. بعد سنة بقيت أتعامل مع الوحدة، لكن مش بسهولة. اتعلمت أعمل روتين لنفسي، أخرج كل يوم، أتعلم حاجة جديدة، أتكلم مع الناس، بس القلب كان دايما مفتقد البيت. أول مرة رجعت مصر ركبت العربية مع أبويا، حسيت بالدفى. اللي ضاع مني سنين. ضحكنا وقعدنا نتكلم في أصغر التفاصيل، كانت بالنسبة لي كل حاجة. دلوقتي رغم إني مستقل وعارف أعيش بعيد عن أهلي، فهمت درس كبير: مش كل حاجة تتعوض بالفلوس. الحب، العيلة، الكلمة الحلوة، اللحظات البسيطة دي هي اللي بتخلي الحياة حقيقية. وحلوة. عبد الرحمن، سؤالي: ازاي الواحد يقدر يحافظ على القيم دي في حياته اليومية وما يخليش الغربة او الانشغال يبعدوا عن اهله وحاجات بسيطة لكنها غالية؟ طبعا الغربة للأسف الشديد كلنا بنبقى معرضين نسيب أهالينا، نبعد عن أهالينا، نبعد عن أكتر الناس اللي حبيناهم واللي احنا متعلقين بيهم، وما نقدرش نتخيل حياتنا من بعدهم. لكن هي دي سنة الحياة. انت حاول انك ما تقطعش الاتصالات، ما تقطعش التواصل ما بينك وبين أهلك. تواصل مع أهلك كل مثلا يومين 3. كلم والدتك، كلم والدك، كلم اخواتك. كون على اتصال بكل أهلك، وكون على تواصل مع كل أهلك، وما تقطعش في يوم من الأيام الاتصال. وحاول يعني كل فترة تيجي أجازة، تغير جو، تقعد مع أهلك، كلام من ده، عشان يعني تحاول إنك يعني ما تخسرش حاجة. تحاول انك تعيش، تشتغل في الغربة، وكمان في نفس الوقت ترجع تقضي وقت جميل مع اهلك، لان الاوقات دي بتبقى معدودة بالثانية وبتعدي هوا، وما بتتعوضش لا بفلوس ولا بكنوز الدنيا. قاعدة مع الاسرة او مع العيلة او مع الاخوات لا يعوضها مال الارض. عشان تبقى عارف، قاعدة مع والدتك، قاعدة مع والدك، قاعدة مع اخواتك، الكلام ده كله لا يعوض بمال الارض. فحاول انك يعني تتصل عليهم، تواصل معهم كتير، ما تقطعش العلاقة، ما تقعدش فترة كبيرة ما تتصلش عليهم. حاول كمان كل فترة انزل اجازة، وان شاء الله باذن الله تعالى ربنا يجمعكم على خير مع بعض. ازاي الواحد يقدر يحافظ على القيم دي في حياته اليومية
وما يخليش الغربة او الانشغال يبعده عن اهله، وحاجات بسيطة لكنها غالية. زي ما قلت لك حاول انت ما تبعدش عنهم كتير، اتصل عليهم كتير، تواصل معاهم على الهاتف كتير، والدك والدتك واخواتك. وحاول انك كل فترة تنزل اجازة، ويعني ما تطولش المدة تبقى كبيرة قوي، بحيث ان كل فترة كده تشوفوا بعض. وان شاء الله باذن الله تعالى ربنا يعني يجمعكم على خير، وان شاء الله تبقوا في احسن حال وفي احسن ظروف، واسعد اسرة في الدنيا واسعد عيلة في الدنيا. ربنا يرجعك بالسلامة، واتمنى اني اكون قدرت افيدك، ونشوفكم في حلقة جديدة، والى اللقاء.